أهلا بيكم. أهلا بيكم في حلقتنا الأولى من أساطير وحقائق. منطقة ضاعت فيها سفن واختفت فيها طيارات، والبوصلة هناك بتفقد عقلها. سنين والناس بتقول إن في بوابة زمنية أو قاعدة للكائنات الفضائية تحت المية. النهاردة في أساطير وحقائق هنغوص سوا في مثلث برمودا عشان نعرف الحقيقة اللي خباها المحيط سنين طويلة. يا ترى جاهزين؟ الأسطورة بدأت تاخد شكل مرعب سنة 1945. طيارات عسكرية أمريكية معروفة باسم الرحلة 19 اختفت تماما في ظروف غامضة، والمحير أكتر إن طيارة الإنقاذ اللي طلعت تدور عليهم هي كمان اختفت ومحدش لقالها أثر. من هنا العالم بدأ يتكلم عن مثلث الشيطان اللي بيبتلع كل شيء، سواء كان ماشي على المية أو طاير في السماء. بس لو بصينا على الموضوع بعين الفكر والعقل هنلاقي إن الحقيقة أبسط بكتير. أولا، منطقة برمودا هي واحدة من أكتر ممرات التجارة زحمة في العالم، وبحسابات الإحصاء نسبة الحوادث فيها مش أكبر من أي مكان تاني. ثانيا، في ظاهرة علمية اسمها هيدرات الميثان، غاز بيخرج من قاع المحيط بيخلي المية تفقد كثافتها، فالسفينة بتغطس فجأة كأن السجادة اتشالت من تحتها. ده بالنسبة للسفن. أما الطيارات اللي تاهت فالموضوع ملوش علاقة بالفضائيين. المنطقة دي فيها ظاهرة نادرة جدا بتخلي البوصلة تخرف وتوجه الطيارين لمسارات غلط وسط المحيط لحد ما الوقود يخلص. ده غير اكتشاف سحب سداسية غريبة بتعمل زي قنابل جوية، رياح سرعتها بتعدي 270 كيلو متر في الساعة، تقدر تلطش أي طيارة وتنزلها لسابع أرض في ثواني. ضيف على كده طيار الخليج السريع جدا اللي بيسحب أي حطام لمسافات بعيدة في وقت قياسي، وده اللي بيخلي عمليات البحث صعبة جدا وبتظهر وكأن الحاجة اتبخرت في الهواء. الخلاصة إن مثلث برمودا أسطورة صنعتها الأفلام والقصص المبالغ فيها، لكن الحقيقة بتقول إنه مجرد جزء من محيط واسع ومتقلب. في عالمنا الحقيقة أحيانا بتكون أقل إثارة من الخيال، بس هي دايما الأضمن. لو عجبتكم الحلقة شير ولايك واشتراك في القناة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.